أمسي نقطة في منتهى الخطورة، لأن دايما احنا في أمس الحاجة لشباب مصر يكون سفير في الخارج في فكرة إظهار صورة الشباب المصري الحضارية. بعد 25 يناير اختلفت نظرة العالم، احنا شفنا آراء يعني كثير جدا من رؤساء دول العالم، مسؤولين كتير جدا على آرائهم في الشباب المصري. انتوا حسيتوا جواكوا يعني الآراء دي عملت فيكوا ايه؟ هل مجرد بس ادت لكم ثقة، ادت لكم إحساس تاني بأن فعلا احنا عندنا حالة مصرية تكاد تكون مش ما تتكررش بسهولة في أي بلد تانية؟ هل حسيتوا بالمسؤولية عليكم أكبر إن لا لازم بقى الحالة دي نقدر إزاي فعلا احنا عندنا مورد خطير جدا مش موجود في دول أوروبية كتير جدا، هو المورد البشري اللي هم كتير جدا بينظروا لنا عليه، إزاي نستغله؟ يعني كانت أفكاركم إيه بعد 25 يناير؟ هو لما رئيس النمساوي طلع بعد الثوره وقال للشعب المصري يستحق جائزه نوبل، صحيح. الواحد قاعد النمسا مستوى ممتاز جدا، بس لما يطلع واحد زي دوت ويقول على شعب في منظورهم عالم ثالث يقول الكلمه دي وشايف فينا اللي احنا عندنا الطاقه او فينا المواصفات اللي احنا نستاهل جائزه زي دي او اللي احنا الشعب راقي للدرجه دي، فالواحد غير وقعد في نفسه وقعد يشوف العالم حواليه. فاكبر مثال يعني الواحد احتز بيه كان مثال التركي. الاتراك عندنا الجاليه التركيه فعاله للغايه. الشباب التركي بيجي الجامعات، بيجي من تركيا الجامعات عشان يدرس ياخد العلم ويرجع بيه، بيجي يساعدوا بعض في الجامعات. فالواحد ده في النمسا. فالواحد غير حاجه بتشدك للنموذج التركي، يعني بس مش مجرد بس الاتراك، حتى اللي موجودين النموذج التركي عمل يعني طبعا طفره فظيعه جدا في العالم كله، يعني وزي النموذج الماليزي. ايه اكتر حاجه طبعا شدتك؟ اللي هو ما خسرش هويته، فضل من البدايه للنهايه تركي اللي هو النموذج من بدايته لنهايته ده نموذج تركي، مش منقول من حته زي ما بعض الناس عاوزه تنقل لنا احنا افكار خارجيه او شيء. نموذج مبني على الشعب التركي، مبني على الفكر التركي، فهو ده اللي احنا عاوزين نوصل بيه. يعني الشبابنا اللي بره والعلم اللي موجود بره اللي نحاول نتعلمه ونيجي نعلمه، الخبرات اللي بره، مستوى الحياه اللي بره ازاي نحسن من هنا، المقارنات دي. فهو ده تقريبا يعني التوجه لينا حاليا، يعني احنا بالعكس يعني غيرنا من الاتراك يعني، فبدانا حاولنا يعني نعمل نشاطاتهم ونبدا نساعد بلدنا زي ما هم ساعدوا ونرتقي بيها. يعني الكلام يعني عبد الرحمن بيقولوا ياسر على قد ما هو في جود نيوز زي ما بيقولوا اخبار كويسه، في كمان باد نيوز ان في اخبار سيئه، ان المفروض يوجع ناس كتير جدا ما بتحسش قد ايه بقيمه البلد دي. هل ده بيخليكم لحد كبير عايزين تترجموا الكلام ده لحاله حقيقيه؟ بمعنى مثلا احنا طرحنا النموذج التركي، في النموذج الماليزي، في نماذج كثيره جدا ما هماش اكتر من مصر لكن كان عندهم حاجه عملوها قدروا ان هم يدخلوا منها. احنا مصر هنا علشان تبقى بلد جديده، مصر جديده بكل مقوماتها وتاريخها، تفتكر احنا محتاجين ايه؟ ايه اكتر حاجه المفروض نشتغل عليها الفتره الجايه؟ احنا محتاجين ان الشباب برضو في مجموعه من الشباب ان هو مش حاسين بقيمتهم، مش حاسين ان هم مصريين. يعني احنا في النمسا النمساويين زي ما عبد الرحمن بيقول، صحاب الشغل بدل ما تروح الواحد يشتغل كان يقول لك ايه اللي حصل في الثوره، ليه الناس اتغيرت كده، كانوا عايزين يعرفوا حاجه عن مصر. ففي ناس مصريين، شباب مصريين كتير قوي مش عارفين قيمه المصر ايه، يعني مش عارفين. يعني في شباب كتير انا اعرفهم ان هو في مصر المصريين نفسهم. ايوه. في شباب كتير قوي مش عارف، يعني ممكن ياخد ورقه الزباله. احنا في النمسا ما تحصلش حاجه زي كده، ان هو ممكن ياخد الزباله، الكيس الزباله اللي هو بياكل فيه ويلمه بايديه وينظف في الشارع. هو بعد الثوره حصلت ان كل نزل ينظف الشارع، ودي انا شفتها كانت. طب تفتكر ليه حصل الحاله دي بمنتهى الحماس بعد الثوره، وبعدها بفترات حسينا ان في سلوك مختلف شويه من بعض الناس؟ طبعا مش كله، لكن بعض الناس اصبح في سلوكيات مختلفه غريبه على الشعب المصري. يعني في ميدان التحرير يمكن هقول لكم احنا حسينا بروح موجوده، حسينا دي مصر اللي احنا مفتقدينها لسنوات طويله، يعني من سلوك ومن قيم، هي دي مصر الحقيقيه. في فترات لاحقه بدا ناس كتير بتحاول تقتل الروح دي. صح. ليه ده حصل وازاي نمنع انه يحصل في بلدنا؟ انا ما اعرفش ازاي نمنعه صراحه، لكن المفروض يعني لو كل واحد حس ان مصر دي حاجه هو هينزل يشيل الزباله اللي على الارض. يعني لو واحد حس بقيمه النظافه، يعني الواحد يبقى ماشي في الشارع يبقى نظيف، الناس اللي من بره يجوا يشوفوا مصر شكلها ايه. دي حاجات كبيره، يعني حاجه اما واحد توريست مثلا من النمسا يجي يشوف مصر نظيفه هيجي لها تاني وتالت ورابع يعني يخلي الناس تانية يعني يعمل اعلانات ان هو النمساويين تانيين يجوا ويشوفوا مصر. صوره حقيقيه لهذا البلد، شعب هذا البلد. أيوة. طيب
انتوا عملتوا مظاهرات في النمسا وعملتوا مشاريع، حاجات اجتماعيه وحاجات سياحيه تدفع عجله السياحه، لكن عارفه ان ليكوا كمان مشاركات ايضا تانية، فبرضه كلموني عنها. هل مثلا كان برضه في حاجات خارج النمسا، يعني في دول اوروبيه تانية مثلتوا مصر فيها، او يعني كنتوا صوره حقيقيه للمجتمع المصري فيها مرة؟ احنا نظمنا، اشتركنا في تنظيم. احنا بنتعامل يعني مع جاليات تانية عربية، زي الجالية الفلسطينية مثلا. المؤتمر الفلسطيني بتاع اوروبا التاسع في المانيا. تمام. شاركنا فيه على اساس ان احنا شباب مصري بنشارك في تنظيم المؤتمر. لمينا فيه تبرعات، ويعني هي تحسين لصورة الشاب المصري، وفي نفس الوقت كمان يعني مشاركة مع جالية كمان تانية وكده. كانت حاجة هايلة جدا، وبنتبادل بقى في حاجة، كذا حاجة بنعملها. عملنا برضو بازارات خيرية معاهم برضو. عملنا فيها حملة 1 يورو لإسعاد يتيم جميل لمصر وكده. ويعني كلها موجهه للمجتمع المصري. طب هل في اقبال، في يعني تشجيع من الجاليه المصريه اللي موجوده هناك في النمسا انها تشارككم، تنضم ليكم في افكاركم في مشاريعكم؟ هو انا بس عاوز استكمل كلام ياسر بكلمه واحده. المصري اللي عايش هنا لو قبل ما يعمل اي فعل يزود عليه كلمه انا المصري وهرمي الزباله في الارض مثلا، الموضوع ده لو ماشي بيه الروح ديت، لو كل واحد ماشي بيها اللي هو انا المصري وهعمل الفعل دي، اتوقع دي هترفع الروح عندنا جامد، وهتخلي كل واحد يحافظ على بلده جامد. يعني هو انا المصري، ده بلدي، ده مصر اللي انا برمي فيها يعني. اتوقع دي هترفع الروح جامد. بالنسبه للمساعده الجاليات الثانيه او بتاع، احنا عندنا الجاليه النمساويه، الجاليه الليبيه في النمسا برضو من الجاليات الفعاله جدا، اللي احنا اشتركنا معاهم وهم وساعدناهم وساعدونا بعد فتره لما معانا الجاليه الليبيه والجاليه التونسيه والفلسطينيه، اللي هو حتى روح العروبه رجعت. يعني ما عدناش بس المصري والليبي، لا بقى المصري مصري، حاجات مشاريع وبقى الليبي ليبي، وبقى العروبه راجعه. اعتصام في النمسا كان معمول تضامنا مع الانتفاضه الفلسطينيه الثالثه واحياء لذكرى النكبه المريره. يعني شايفه ان بمشاركه كل الجاليات. هو برضه يعني عشان برضه نرجع نقول ده دور المصري برضه، يعني ده دورنا الحقيقي اللي احنا اتسلب مننا فتره كبيره. بالنسبه بقى للجاليه المصريه يعني بشكل عام، الشباب فعالين جدا، الشباب بسم الله ما شاء الله يعني بيشاركوا في كل شيء، وبنحاول نساعد في كل حاجه وبنتجمع مع بعض وكل حاجه. الكبار في ناس طبعا فعاله جدا، وناس ساعدت الجرحى هنا، يعني عندها فوق ال6 جرحى تقريبا بيتعالجوا في النمسا. الدكتور طارق عفيفي كان جه شافهم هنا وساعد في نقلهم في النمسا ويتعالجوا على حساب الدوله النمساويه. ففي ناس شغاله، بس للاسف في نسبه كبيره مش شغاله برضه، في نسبه كبيره لسه اللي هو عايش بعقليه الماضي يعني. طب انا هسالكم سؤال يعني اعتباري، لو كل واحد فيكم تخيل نفسه شخصيه زي مهاتير محمد على سبيل المثال، بس مهاتير محمد المصري، ايه اول فكره هتدخل منها علشان تنقل بلدنا لمرحله تانية؟ انا عارفه انه طبعا حاجه صعبه، بس ممكن تكون اول فكره دي هي الشراره كده حقيقي. ياسر، هو انا متهيألي لو كل واحد عارف ان مصر هي الدنيا حقيقي، هيعمل اي حاجه لمصر. مرام؟ مش عارفه، انا شايفه ان التعليم اول حاجه المفروض نبدا بيها. التعليم. عبد الرحمن؟ هو انا مع مرام في كلمه التعليم، ولكن التعليم بقى اللي هو الفعلي، اللي انا مش هاخد بس مواد احفظها، اللي انا بجد الجامعه بتاخد الماده وتنزل تطبق التعليم في الشارع، ويبدا موضوع حتى الشباب بالذات الجامعات هنا انه نشط للغايه، ما يبقاش بس التعليم جوه سور الجامعه. ان احنا عندنا في النمسا ما فيش موضوع سور الجامعه دي، وجامعه مغلقه، الجامعه مفتوحه للمجتمع، بتطلع وتشوف وتنزل وتخش. هنا الموضوع ده انا مضايقني شخصيا، يعني الجامعه مغلقه وبره الجامعه غير جوه الجامعه. فلو بدانا بالتعليم وفتحنا الشباب دول اللي هو بجد يبدا يغير في شيء، فيعني اتوقع بدايه حلوه يعني. انا عايزه اخد بس اختم بكلمه انت قلتها، انا المصري. لو قلت انا المصري وقالها شبابنا المصري دلوقتي، انا المصري لازم اعمل ايه؟ غير طبعا ما ارميش الزباله في الارض. لا هو دي مثل يا بسيط، ده انا البني ادم المفروض يعمل كده يعني. والله انا المصري وهرجع بحضارتي زي ما كانت. جميل. ان شاء الله. عبد الرحمن ومرام وياسر، اهلا بيكم على شاشه الندى الثقافيه، واهلا بيكم بلدكم مصر. انتوا شرفتونا جوه مصر وبره مصر، شكرا ليكم مره ثانيه. هي دي النماذج المصريه الحقيقيه، النماذج الحقيقيه اللي احنا في امس الحاجه انها تكون موجوده دلوقتي، وهي دايما تقود المسيره في التفكير، هي اللي فعلا هتعمل على حمايه وارجاع الحريه
للعقل المصري. فاصل ومعنا ملف في منتهى الخطورة عن محاكمة مبارك بالأمس.